النهاردة هعمل معاكم براونيز كريب من أحلى الوصفات اللي هتجربوها. مش بس شكلها حلو، لا هي كمان وصفة مظبوطة جدا وطعمها خطير، مش هتبطلوا تعملوها. أول حاجة هنعملها في وصفتنا النهاردة هي الكريب. لخليط الكريب هضيف 3 بيضات عليهم فانيليا، كل المقادير بالظبط هكتبها لكم تحت الفيديو، وهضيف الزبدة والسكر وهقلبهم كويس مع بعض لحد ما يختلطوا كويس. وبعد كده هضيف مقدار اللبن وهنقلبهم كويس مع بعض، وممكن كمان نضربهم بالمضرب اليدوي او بالكهرباء. وبعد كده هضيف الدقيق، واكيد هضيف رشة ملح، دي اللي بتظبط المقادير كلها. وهنقلب كل الخليط كويس جدا. الخليط ده ممكن اضربه لو حسيته ان هو مكلكع، ممكن اضربه بالمضرب الكهرباء عادي جدا. وبعد ما عملنا كل الخليط ده هنسيبه يرتاح في التلاجة ساعة. وبعد كده نعمل خليط البراونيز. البيض وهضيف عليه الفانيليا وهضيف السكر، وكل حاجة هضربها بالمضرب اليدوي عادي لحد ما اوصل للقوام ده. وهنا محضرة شوكولاتة الخام، شوكولاتة مطبخ مع الزبدة، مسيحاهم. وبعد كده هضيفهم على خليط البيض، طبعا ما يكونوش سخنين، ونقلبهم كويس بالشكل ده. وده قوامها زي ما انتوا شايفين، ما بتكونش خفيفة قوي. بعد كده هضيف الكاكاو، وكل المقادير طبعا هكتبها تحت الفيديو. وهضيف كمان الدقيق، واللي بتظبط كل حاجة رشة الملح. وهنقلب كل حاجة بالاسباتيولا بس. هنقلب كل حاجة مع بعضها لحد ما نوصل للقوام اللي انتوا شايفينه ده. بيبقى قوام تخين شوية. محضرة هنا صينية مقاس 26 أو 28، وبعد كده هدخلها الفرن على درجة حرارة 200، هتاخد حوالي تلت ساعة. بعد كده ناخد خليط الكريب ونبدأ نعمله. هو ارتاح خلاص ساعة في التلاجة، هتلاقوه خفيف شوية، ده عادي جدا، بس بتطلع نتيجته مظبوطة قوي. هنسيبه على نار هادية لحد ما نبدأ نحس ان هو هيتقلب، نقلبه بالشكل ده. طبعا ممكن نسيبه ياخد لون اكتر، انا كده بالنسبة لي تمام. دي واحدة ودي التانية. وبعد كده نبدأ نعمل الكريب بتاعنا. هنجيب الكريب ونحط عليه البراونيز، هنقطعها طبعا بالشكل اللي يعجبكم وبالشوكة، وهنحاول نسويها بالشكل ده. وبعد كده نقفل الكريب بالطريقة اللي انتوا شايفينها. وبعد كده محضرة صوص الشوكولاتة. كل طبعا مقادير الصوص هكتبها لكم تحت الفيديو. ده صوص شوكولاتة عادي، وكمان هستخدم صوص شوكولاتة بيضة زي بالظبط بتاع المحلات. مش قادرة اقول لكم طعمه خطير، جربوه هيعجبكم قوي قوي، وهيعجب ولادكم، وهتبطلوا تشتروه من بره تاني.